لو انتي بقالك فترة تايهة متلخبطة وبيحصل لك مشاكل ومش عارفة انتي فين ورايحة فين وجاية منين، وحاجات كتير عمالة تحصل فوق راسك، وعمالة تفكري بكرة هيحصل في ايه، المستقبل هيحصل في ايه، هعمل ايه لو سبت الشخص ده، هعمل ايه لو ما اتجوزتش، هعمل ايه لو ما خلفتش، هيحصل ايه لو ما لقيتش الشغل اللي انا عايزة اشتغله. الفيديو ده ليكي. اوكي، الفيديو ده مفهومه مختلف شوية، هتكلم فيه من قلبي، مفيش اي سكريبت، علشان انا كنت في مكانك في وقت من الاوقات. من كتر الحياة السريعة اللي احنا عايشين فيها بقينا مرتبطين قوي بالنتائج، مرتبطين قوي بان عايزين يبقى عندنا achievements كتير، عايزين نوصل لمرحلة احنا عملنا انجازات في الحياة. من كتر ما بنقعد على السوشيال ميديا وبنشوف الناس اللي بتسافر والناس اللي بتحقق كذا والناس اللي بتعمل كذا، بقينا قاعدين عمالين نشوف نفسنا قليلين واننا مش كفاية، وان انا عايزة اسارع في الحياة واجري في الحياة علشان يبقى زي الناس التانية دي. ودي حاجة بترهقنا جدا نفسيا وجسديا، وبتضيع جدا ان احنا نكون عايشين في اللحظة. كل حاجة في الحياة مرتبطة باننا نكون عارفين ان دي كلها لعبة، الحياة كلها دي مش حقيقية. كل حاجة بتحصل حوالينا، كل حاجة مش حقيقية. في يوم من الأيام كلنا هنمشي وهنسيب الحياة دي، واللي عمل فلوس مش هياخدها معاه، واللي بقى عنده شهادات كتير مش هياخدها معاه، واللي بقى عنده يخت كبير هيسيبه وهيروح تحت التراب. فكتير قوي بنقعد نفكر في الماتيريالز، نقعد نفكر عايزين نحقق ونوصل ونبقى أغنى ونبقى أشطر ونبقى أشهر ويبقى عندنا followers ويبقى عندنا آه نبقى زي الناس التانية اللي احنا بنشوفها. وبننسى ان كل الحاجات دي ما هي إلا لعبة. كل الحياة دي ما هي إلا التست، يعني اختبار، وانت جاية هنا علشان تتعلمي وتنجحي. وكل لما هتفضلي ماسكة نفسك وماسكة قوي في الحاجات اللي بره اللي في الحياة، في الماتيريالز، ماسكة قوي يبقى عندي كذا، ماسكة قوي اشتري كذا، كل لما هتفضلي تحسي ان انتي قليلة وان انتي قيمتك قليلة وان انتي ملكيش لازمة basically، في حين ان انتي مش محتاجة يبقى عندك احسن حاجة من كل حاجة عشان تكوني مبسوطة وسعيدة ومرتاحة. Let's take the money as an example. خلينا نتكلم على الفلوس شوية. الفرق ما بين حد غني وحد فقير هي الاتنين بيحاولوا يعيشوا مشاعر معينة. اوكي، الاتنين بيحاولوا يخبوا حاجة معينة. انتي مثلا دلوقتي لو امكانياتك ما تسمحش قوي، فانتي بتروحي تاكلي في ريستورانت عادي، تاكلي ساندوتش او حاجة عادية علشان تشبعي رغبة الجوع عندك، مظبوط، وعلشان تحسي بالشبع. على الناحية التانية لو حد مثلا عنده ملايين الدولارات او غني جدا او they're very wealthy، ممكن يروحوا ميشن ستار ريستورانت ويقعدوا ويطلبوا اغلى حاجة في المنيو، ويقعدوا يطلبوا مثلا كافيار ويطلبوا اغلى حاجة ممكن يقدروا عليها. ولكن في الاخر عايزاكي تفكري معايا ان في الاخر الاتنين وصلوا لنفس المشاعر، وهي الاحساس بالشبع. فاحنا عايشين هنا علشان نرضي مشاعرنا بشكل او باخر. فاللي بيطلع فاكيشن مثلا على يخت في المالديفز بيشبع عنده مشاعر ان هو يكون سعيد ومبسوط، وان انتي تروحي مثلا اسكندرية وتاخدي مركب صغيرة برضو بتشبعي عندك مشاعر ان انتي تكوني سعيدة ومبسوطة. الاتنين هما مشاعر، فانتي اللي بتقرري تحسي بايه في اللحظة دي، انتي اللي بتقرري انا هحس بالمشاعر الحلوة ايا كانت هي ايه. اوكي، انا هحس بمشاعر حلوة وانا بشرب درينك مثلا عصير فريش ب10 جنيه،
وهاحس بالمشاعر الحلوة برضه لو بقيت قادرة أشرب مثلًا أفخم كوكتيل ممكن أشربه في حياتي. فالسعادة والرضا ما هي إلا قرار، إن أنتِ تقرري إن أنا مبسوطة either way، أنا كده مرتاحة ومبسوطة، لإن أنا باشبع رغباتي باللي أنا أقدر عليه دلوقتي. مش مفروض إن أنا أبقى مبسوطة بس لما يبقى عندي فلوس كتير في البنك، أو إن أنا أبقى مبسوطة بس لما أروح أسافر أغلى بلد في العالم. مش دي الحاجة اللي بتحقق السعادة. عايزة أقولك إن في ناس كتير قوي بتقدر إن هي يبقى عندها أحسن حاجة من كل حاجة وبرضو مش مبسوطين. ليه؟ لأن هم اتعودوا. انتي بتشوفي حد عنده حاجة فظيعة أو حاجة غالية قوي، بتقولي ياه أكيد دول مبسوطين وفرحانين وسعيدين. ولكن في الحقيقة لما الحاجة دي بتفضل موجودة في حياتك فترة طويلة من الزمن، بيبقى ده العادي وبتبتدي تتعودي عليها. تخيلي مثلا، هوريكي الموبايل بتاعي. تخيلي مثلا الموبايل بتاعك أول ما اشتريتيه، أحسن موبايل مثلا كنت عايزة تجيبيه، أو حاجة كان نفسك تجيبيها وجبتيها، حوشتي وقعدتي فترة كبيرة وجبتيها already. عايزاكي تقوليلي إحساسك أول لما جبتي الحاجة دي، وإحساسك بعد سنة واتنين وتلاتة من استخدامك للحاجة دي. هتحسي ان هي بقت عادي خلاص، it's okay، يعني ما فيش فيها حاجة غريبة او جديدة. انا واحدة بعد ما سافرت بلاد العالم تقريبا كلها، وشفت ناس في ثقافات مختلفة وعايشين في حياة مختلفة وعايشين في ليفلز مختلفة، عايزة اقولك ان السعادة والراحة مش في الفلوس، مش في البلد اللي انت عايشة فيها. السعادة والراحة بتبتدي هنا، قرار. السعادة والراحة انتي بس اللي تقدري تقرريهم، لان لما تبقى عندك في subconscious الحياة دي already لعبة. انا I'm not gonna run as fast as everybody else علشان بس يبقى عندي حاجة انا فاكرة ان الحاجة دي هي اللي هتجيب لي الراحة والسعادة. لو انتي already مش مرتاحة وسعيدة في حياتك الحالية اللي انتي عايشاها، عايزة اقولك انك حتى لو عندك الحياة دي اللي انتي متخيلة ان هي هتجيبلك السعادة، برضو مش هتبقي مرتاحة وسعيدة. لان الحياة اللي برا it reflects us، يعني الحياة اللي برا هي مراية لينا ولمشاعرنا. لو انتي already مشاعرك رضا وراحة وسعادة وسلام وأمان، كل حاجة بتحصل برا هتماتش ده، هتبقى بالظبط نفس الشكل. والعكس صحيح، لو انتي مش مبسوطة ومش راضية ومش عاجبك حياتك ومش عاجبك حالك، مش عاجبك نفسك، مش مرتاحة في شكلك، مش مرتاحة في جسمك، كل حاجة هتحصل برا هترفلكت ده. وده اللي بنشوفه كتير في العلاقات. لما يبقى في بنت او ست ان هي اتعرفت على حد وهتتجوز، هي فاكرة ان انا اول ما يبقى عندي راجل في حياتي غني ومعاه فلوس وبيشتغل، ده هيغير لي حياتي وهبقى انا مبسوطة وسعيدة ومرتاحة. عايزة اقول لكم من تجارب قريبة قوي مني في حياتي، اعرف ستات متجوزين ناس مليارديرات، يعني عندهم ملايين، اوكي، عايشين في فيلل وعندهم فيلل في كذا مكان وعندهم اكتر من عربية غالية جدا وعندهم كل حاجة ويقدروا يسافروا في اي مكان هنا وهناك. ولكن بعد فترة من الجواز العلاقة دي فشلت. ليه؟ العلاقة فشلت لان الاتنين ما كانوش داخلين علشان نفس الهدف. في حد كان داخل علشان يبني عيلة وأسرة، وفي حد كان داخل علشان يستفيد من حد تاني. فلما أنا أبقى بفكر أنا هاخد إيه من اللي بره، هاخد إيه من اللي قدامي، هستفيد إزاي، عايشة حياتي مش بفكر في values، مش بفكر أنا أبقى سعيدة إزاي، عمالة بفكر هاخد إيه من الحياة تخليني سعيدة، أو هعرف مين يخليني سعيدة upgrade my life. وده للأسف بنشوفه كتير قوي. لما حد بيدخل في علاقة علشان عايز منها حاجة، بعد لما ياخد الحاجة دي، وهي let's say في الإكزامبل ده إن هي الفلوس أو الجاه أو البيت أو العربية أو الشكل، مستوى اجتماعي معين، بعد ما ياخد الحاجة دي
خلاص they are not fulfilled anymore، لأن مش دي هي المفهوم الحياة، مش ده مفهوم الحياة إن احنا المفروض نكون عايشين علشانه. مفهوم الناس اللي عايزة تستفيد وعايزة يبقى عندها أكتر، وعايزة تاخد أكتر من ده وتاخد أكتر من ده ويبقى عندها فلوس أكتر وتعمل إيه علشان تبقى أشطر. الناس دي بتفضل طول حياتها عايشة منهكة ومرهقة، لأن هي عمالة تدور على اللي بره، عمالة تدور على الحاجات اللي في الحياة، الماتيريالز، فاكرة ان هي دي اللي هتساعدها. ولكن يا ريت كنت اعرف الكلام ده من بدري. انا دلوقتي مش كبيرة قوي، انا 30 سنة بس. اتعلمت حاجات كتير قوي عن الحياة، وان كل حاجة برانا مش هي اللي هتساعدنا. زي ما ربنا قال لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وصلحوا لي لو قلت حاجة غلط، لكن الآية أنا فاكراها كده. يعني لو انتي مش هتغيري اللي جوه، لو مش هتغيري طريقة تفكيرك، لو مش هتغيري نفسك، لو مش هتغيري صحتك، لو مش هتغيري طاقتك، مفيش حاجة بره هتتغير. يعني انتي هنا المين كاركتر. الحياة دي كلها فيلم او موفي، وانتي الكاركتر الرئيسي، انتي ال الشخصية الرئيسية في الفيلم ده. عايزاه يبقى كويس، عايزة الحياة تديكي اللي انتي عايزاه، ادي لنفسك الاول الحاجة اللي انت شايفة ان انت تستحقيها. ادي لنفسك الحب لو انت بتدوري على شريك حياة او زوج. ادي لنفسك الحب، ادي لنفسك الامان، ادي لنفسك الاهتمام. اهتمي بنفسك وشوفي نفسك بتتعاملي بالطريقة اللي انت عايزة الناس اللي بره تعاملك بيها. وللأسف الغلط اللي احنا بنقع فيه كتير قوي، وهو ان احنا دايما بنبتدي نشتغل على نفسنا بالطريقة الغلط. يعني مثلا حد حاسس ان هو مش كويس، او بنت مودها مش كويس، او ست حاسة ان هي يعني في الفترة الأخيرة مش أحسن حاجة، فتقولك مثلا أنا هروح الجيم. وان انتي تروحي الجيم دي حاجة كويسة جدا، يعني أنا أنصحك ان انتي تعمليها طبعا. بس بتروح الجيم وتشتغل في الجيم، أوكي، ولكن كل حاجة تانية في حياتها متلخبطة. عقلها متلخبط، طريقة تفكيرها متلخبطة، الطاقة اللي هي عايشة بيها كلها غلط. نوع الأكل اللي هي بتاكله، الطريقة اللي هي بتعامل بيها جسمها، النيوتريشن اللي بتدخل جسمها كلها غلط. وده للأسف اللي احنا كتير قوي مننا مش فاهمينه، ان احنا مش بس جسمنا، مش بس عقلنا، مش بس روحنا ومشاعرنا، احنا كل الحاجات دي مرتبطة ببعض. هو مثلث مكتوب فيه العقل والجسم والروح. التلاتة دول لازم يبقوا balanced، التلاتة دول لازم يبقوا متوازنين مع بعض في نفس الوقت، وإلا لو حاجة منهم بس ما كانتش مظبوطة أو متوازنة، كل الحاجات التانية هتفلت منك. وده هو مفهوم الهوليستيك هيلينج او التشافي الشمولي، واللي انا بحاول دلوقتي انشره واتكلم فيه على قد ما اقدر، لان بجد غير حياتي 180 درجة. ان انا اعرف اشتغل على افكاري والسيلف توك والطريقة اللي انا بتكلم فيها مع نفسي، واعرف اشتغل على مشاعري وروحانيتي والفيلينجز اللي جوايا، واعرف اشتغل على جسمي وحركتي والنيوتريشن. التلاتة دول هما يعني مفتاحك لحياة سعيدة، مفتاحك لان انتي تبقي عندك حياة متوازنة، ان انتي توصلي ان انتي تكوني احسن نسخة من نفسك. وعلشان كده في الكلاينتس اللي انا بشتغل معاهم بلاقيهم معظم الوقت هم عارفين المفروض يعملوا ايه، عارفة المفروض تاكل ايه وما تاكلش ايه، عارفة ايه الحاجات اللي بتغير مشاعرها وبتأثر عليها، عارفة ان هي بتتكلم مع نفسها بطريقة سلبية، ولكن ما عندهاش خطة واضحة، ما عندهاش بلان، مش عارفة ازاي تمسك الطريق وتكمل فيه علشان توصل فعلا لأحسن نسخة من نفسها. بتبتدي تعمل حاجة ومش عارفة تكمل في الحاجات التانية، وبالتالي ده بيأثر على ده، بيأثر على ده، وترجع تاني تحس ان هي انا في الزيرو او تحت الزيرو.
فعلشان كده دور الهوليستيك كوتش هو مش زي اي كوتش. احنا بنسمع عن اللايف كوتش صح، بس الهوليستيك لايف كوتش مختلف تماما، لان هو مش بس بيدور وراكي ورا حياتك وليه انتي وصلتي للمرحلة اللي انتي فيها ان انتي مش راضية عن نفسك. كمان دورنا ان احنا بنعمل زي بلان، بنشتغل على كل الحاجات دي مع بعض في نفس الوقت، علشان بعد ما تخلصي السيشنز تحسي فعلا بالتغيير، تحسي فعلا ان في حاجة اتغيرت. لسه كنت في سيشن مع بنت، وبعد السيشن قالت لي انا فعلا حسيت ان الناس ابتدت تلاحظ ان في حاجة فيها اتغيرت. الناس بيقولوا لي انتي بقيتي واثقة في نفسك زيادة عن اللزوم، في حاجة اتغيرت فيكي بس احنا مش عارفين هي ايه. وده الرد الفعل الطبيعي لما الانسان يبتدي يشتغل على نفسه، يشتغل على اللي جوه، وما يهتمش قوي باللي بره، وما يهتمش قوي بالماتيريالز، وما يهتمش قوي انتي عايزة توصلي لايه في الحياة. وهنا عايزة اقول حاجة مهمة جدا. مش معنى ان انا بقولك ان الحياة عبارة عن موفي وان هي مش حقيقية وان كل ده هينتهي ويخلص ان انتي تقعدي بقى على الكنبة وتشغلي نتفليكس طول النهار. ما انا كده كده هموت خلاص، يعني ايه لازمتها؟ لا، الفرق ما بين حد بيوصل وبينجح وحد بيفضل متعرقل وحاسس ان هو في حتة فيها تشالنج قوي، الفرق ما بين الاتنين دول هو واحد شغال بمايند سيت اللي هو انا ما عنديش حاجة كده كده اخسرها، اللي هو انا بعمل اللي انا قادر اعمله، بعمل اللي عليا في الحياة، والاوتكم يحصل زي ما يحصل. حتى لو ما حصلش، الحياة دي اوريدي لعبة، الحياة دي بتحصل علشان انا اتطور وانا ابقى احسن من نفسي. لكن الناس اللي بتفشل ومش بتقدر تنجح في حياتها او توصل لاحسن نسخة من نفسها هي الناس اللي عمالة تشتغل على اللي بره بمنتاليتي ان انا لو ما وصلتش انا هبقى ماليش لازمة، لو ما وصلتش حياتي هتبوظ، لو ما عملتش كذا هتدمر. ودي هي الفروقات اللي بتبين حد بيمشي في طريق وهو مش واثق في نفسه، مهتم قوي بالنتائج، مهتم قوي برأي الناس، مهتم قوي الناس هتقول عليا ايه، وحد تاني واثق في نفسه بيعمل اللي يقدر عليه، مش مضغوط. وفي السبكونشس انا اصلا هنا لفترة معينة، الحياة دي عبارة عن لحظة كده وهتخلص تنتهي، ممكن بكرة اصلا انا ما كنش موجود. ف ان انت يبقى عندك ال strong mentality دي، يبقى عندك الفكرة القوية جدا دي، ان انا مش مطلوب مني ان انا اعمل الحاجة 100% او يبقى بعمل نتائج احسن حاجة في كل حاجة. لا، انا بعمل الحاجة دي عشان اطور من نفسي، عشان اتعلم، عشان يبقى عندي experience. فعايزاكم ان انتوا طبعا تشتغلوا على نفسكم، عقلكم وروحكم وجسمكم ومشاعركم، تشتغلوا على الحاجات دي كلها مع بعض. وعايزاكم تبقوا احسن نسخة من نفسكم في الحياة، ولكن مش بمفهوم انا بشتغل علشان اعجب حد او بشتغل علشان اوصل لنتيجة معينة من غيرها انا حياتي هتتدمر. اشتغلي على نفسك علشان نفسك، علشان تبقي احسن من النسخة اللي كنت عليها السنة اللي فاتت، علشان السنة الجديدة اللي احنا داخلين عليها. وانا بتكلم في الفيديو ده دلوقتي احنا في 2025 في شهر 12 وداخلين على 2026. فعلشان ما تدخليش 2026 وانتي بنفس الشخصية اللي كنتي عليها السنين اللي فاتت دي كلها، محتاجة تاخدي قرار، محتاجة تبدأي من النهاردة تشتغلي على نفسك وتدوري على نفسك. مفهوم ان الحياة لعبة، وانا هنا بلعب، وانا هنا بجرب، وانا هنا مش مهم لو في حاجة عملتها ما نفعتش هجرب تاني او هجرب حاجة مختلفة. دي المايند سيت اللي عايزاكي تكملي بيها وتدخلي بيها السنة الجديدة. لو عندكم اي تعليقات احب اسمعها، اكتبي الكومنت بتاعك تحت وانا اكيد هقراه. ولو عندكم اي توبكس تانية عايزيني اتكلم فيها اكتر ياريت تقولولي في الكومنت كمان، وهتأكد اني ان شاء الله اعمل لكم التوبك اللي انتوا عايزينه في الفيديوهات الجاية. واتمنى ان انتي تعملي سبسكرايب وتخليكي موجودة معايا في القناة لو انتي مهتمة انك توصلي لأحسن نسخة من نفسك، ولو انتي مهتمة تعرفي اكتر عن التشافي الشمولي وعن ان انتي ازاي تغيري حياتك
وتوصلي لأحسن مرحلة تقدري تكوني عليها في الحياة. لو وصلتي معايا لحد هنا شكرا ان انتي اتفرجتي او سمعتيني، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.